Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده بقى هعمل معاكم الكفته الحياتي بطريقه جميله خالص، وهقول لكم كمان سر كده نجاح الكفته اللي مش هتخليها تكش منك خالص. طريقتها تحفه وهتبقى طعمها احلى من بتاع المطاعم. ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل وصفاتي. هجيب كده كيلو من اللحمه الحمراء، هضيف كده عليها ربع كيلو من الدهن وهفرمهم مع بعض كويس خالص. وهضيف كده بصلية مبشورة، انا مصفية البصل كده، وهركن كده مية البصل على جنب. وهجيب كده معلقة كده من الفلفل الأسود ونص معلقة من السبع بهار ومعلقة كده من بهارات الكفتة. بهارات الكفتة أنا جايباها من عند العطار. وهضيف كده معلقة ممسوحة خالص من البيكنج باودر ومعلقة ونص من الملح ونص معلقة من السكر. هعجنها كده كويس وهصبعها معاكم. وممكن كمان تسيبيها لمدة ربع ساعة كده في التلاجة، بس أنا هصبعها معاكم على طول. وجبت كده الصينية، أنا دهنة الصينية سمنة مش زيت، يفضل يكون سمن. هصبح كده كل الكمية وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ودي شكلها كده بعد كده ما صبحت كل الكمية اللي عندي. دي شكل كده الكفتة، هدخلها كده الفرن، انا الفرن مسخناه على درجة 180. وهجهز معاكم الرز، هجيب كده معلقة من السمنة عليهم معلقتين كده من الزيت، وضايفة كده ورق لورا وحبهان وكبابصين وليمون مجفف وقرفة عيدان. وهجيب كده كوبايتين من الرز البسمتي، غسلهم كويس خالص ومصفيهم، هنزل بيهم كده. وهجيب وهجيب سوري جزراية مبشورة، هنزل كده بيهم كمان. وهضيف كده الكركم، معلقة من الكركم. وهجيب كده مية البصل اللي انا كنت راكناها، هنزل كده عليها، تديها كده طعم جميل خالص. وهجيب كده المية، وما كانش عندي شوربة فضفت مية. وهضيف كده مكعب مرقة والملح، وهسيبه كده بقى لغاية ما يستوي معايا. ودي شكل الكفتة، وده شكل كده الرز بعد كده ما خلص. طعمه جميل جدا وروعة بجد. الطريقة دي تحفة، جربوها تعجبكم خالص. هقدم كده معاكم، شايفين الرز والكفتة اهي، شايفينها شكلها تحفة وجوسي خالص. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم، مش هتعملوا غير بالطريقة دي بجد. وكده دي سلطة الطحينة، عملت جنبها سلطة الطحينة. ما تنسوش بقى تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وتعملوا لايك وشير.